25 يناير عيد الشرطة المصرية. عيد الشرطة هو العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية الموافق 25 يناير عام 1952. بتوضح لنا قصة كفاح شعب مصر من شرطة وفدائيين وعمال وطلبة ومفكرين ضد الاحتلال البريطاني. بتسمى بمجزرة الإسماعيلية لأن وصلت قمة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى حد كبير جدا لما اشتدت أعمال التخريب والأنشطة الفدائية في المعسكرات بتاعة البريطانيين وجنودهم وضباطهم اللي كانت موجودة في منطقة القناة. بدأت القوات البريطانية على مغامرة كلها استفزاز للحكومة المصرية عشان الحكومة المصرية ترجع عن قرارها بإلغاء معاهدة 36. في صبح 25 يناير 52 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة ضابط الاتصال المصري وبدأ يسلمه إنذار بأن تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية وترحل عن منطقة القناة كلها وتنسحب إلى القاهرة. طبعا رفضت محافظة الإسماعيلية الإنذار البريطاني وبدأت تبلغه إلى وزير الداخلية في تلك الفترة فؤاد سراج الدين باشا اللي طلب الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام. القائد البريطاني بدأ يفقد أعصابه. قامت القوات بتاعته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم الشرطة بالإسماعيلية بعد إرساله إنذار لمأمور قسم الشرطة بيطلب فيه سلموا الأسلحة بتاعتك انت وجنودك والعساكر بتاعتك. وطبعا رجال الشرطة المصرية كلها رفضوا الإنذار، بأي حق تبعت إنذار. جم البريطانيين أطلقوا النيران بشكل بشع دون توقف لمدة زادت عن ساعة كاملة وبدأوا بالقصف المتواصل على مبنى المحافظة في الإسماعيلية. ومع ذلك قاوم الجنود المصريين ببسالة وشجاعة ولم تتوقف هذه المجزرة لغاية ما نفدت آخر طلقة مع الشرطة المصرية وسقط منهم حوالي 50 شهيد و80 جريح. فتخليدا لهم أصبح هذا اليوم عيدا للشرطة المصرية. فسلاما عليك يا أرض النيل يا أم الجيل. متنسوش تعملوا لايك وشير واستنونا في معلومة جديدة في الباز.